عروسة اللعبة وتوماس إديسون. طبعا لما تسمع اسم توماس إديسون على طول هيجي في دماغك اللمبة وإنه شخص ناجح وكده، لكن يا صاحبي مش كل اختراعات توماس إديسون نجحت. مع إن اختراع النهاردة كان ممكن يكون حاجة جبارة في وقتها، بس فشل بطريقة مش أحسن حاجة. تعال نعرف الدمية المتحركة فكرة عبقرية ولا كابوس. في سنة 1877 توماس إديسون كان مشغول جدا بتطوير تقنية جديدة بعد ما نجح في اختراع اللمبة والفونوغراف اللي هو جهاز تسجيل الصوت. قرر يجرب حاجة جديدة، وهي إنه يصنع عروسة لعبة بتتكلم وتتحرك باستخدام تقنية الفونوغراف. الفكرة كانت إن العروسة فيها جهاز صغير بيسجل الصوت ويشغله تاني زي الصبارة الراقصة كده، يعني أنت تقول لها كلمة أو جملة وهي تكررها تاني بنفس الطريقة. إديسون كان فاكر إن المشروع ده هيبقى ناجح جدا، خاصة لو استخدموا شركات لبيع دمى الأطفال أو حتى الأعمال المكتبية. لكن الفكرة فشلت، وتعالى نعرف وفشلت ليه. أول حاجة هي التكنولوجيا البدائية. الجهاز اللي كان جوه العروسة كان ضخم بالنسبة للدمية نفسها وكان صعب التحكم فيه، وغير كده جودة الصوت كانت وحشة قوي، والجمل اللي بتتقال أصلا ما كانتش واضحة، والتكلفة في تصنيع الدمية دي كانت غالية بسبب تعقيد الجهاز اللي جواها. يعني السعر النهائي كان بعيد كل البعد عن إن طفل يشتراها. في ناس شافوا الدمية دي وقالوا عليها تخوف وصوتها مش واضح وشكلها غريب، بدل ما تكون حاجة أصلا حلوة للأطفال. الفكرة تم استخدامها في الصبارة الراقصة واللي نجحت بشكل كبير وعملت ضجة في وقتها، وده علشان التكنولوجيا اتغيرت وسهلت فكرة إديسون، والشكل العام للدمية نفسها كان حلو ومقبول وسعرها كان حلو. ورغم فشل إديسون بس حاول مرة تانية. المرة دي ما كانتش عروسة لعبة، كانت ساعة فيها نفس الجهاز ونفس الفكرة. هو طبق نفس الفكرة تاني على حاجة تاني وفشل تاني بنفس الأسباب، التكلفة عالية والجهاز معقد. فشل مشروع توماس إديسون كان بداية مهمة للتكنولوجيا الحديثة، لأنه اداك فكرة التسجيل الصوتي في الألعاب والأجهزة الإلكترونية اللي بقت أساسية في الأجهزة حاليا. وإديسون نفسه اتعلم من التجربة دي وأدرك إن التكنولوجيا لوحدها مش كفاية، لازم تكون عملية وسهلة الاستخدام.